العالم اليوم كله كيتحول بسرعة، ولكن كيبقى سؤال واحد: واش غادي نلقاو الماء في المستقبل ولا غادي نبقاو غير نحسبوا في القطرات ديالو؟ اليوم مراكش ماشي غير مدينة اللي كتحتضن المؤتمر، مراكش اليوم هي العاصمة الحضارة ديال الماء. From a drop, stories of existence began. In every drop, 1,000 years of wisdom. Today, Morocco continues its visionary and ambitious water policy. We face the future with a clear vision and a capacity beyond the impossible. From every challenge, we forge a solution. For water, for life, for generations. The 19th World Water Congress, organized by the Ministry of Equipment and Water of Morocco and the International Water Resources Association, under the high patronage of His Majesty King Mohammed VI, invites you to join us. Here is Morocco, where generosity flows like a river. Marrakesh, where hearts meet around the issue of water. Together, for every drop to shape a resilient tomorrow. Let your presence be a new pulse for the future of water. Join us in Marrakesh from December 1st to 5th, 2025 to rethink our relationship with this vital resource. من 1 حتى 5 دجنبر 2025 مراكش ولات مسرح عالمي كبير. 100 دولة ومئات الخبراء ومنظمات دولية وزعماء في هذا المجال جاوا باش يناقشوا واحد من أخطر ملفات المستقبل، اللي هو الماء، اللي ولا العالم كله كيتبدل جلده كل يوم، أكيد تحت الرعاية السامية ديال صاحب الجلالة الملك محمد السادس الله ينصرو. المغرب كيرجع اليوم لخط المواجهة الأمامية في الدبلوماسية المائية، وهذا الشيء راه ماشي صدفة، ولكن نتيجة رؤية بدات هذه سنوات. المغرب اليوم عنده من أقوى الاستراتيجيات القارية في الماء، 153 سد كبير، 19 مليار مكعب ديال السعة التخزينية، برنامج وطني لتزويد الماء الشارب والسقي ما بين مدة 2020 و 2027 بواحد الميزانية اللي لحقت 115 مليار درهم، مشاريع جبارة ديال تحلية المياه البحر، من بينها محطة الدار البيضاء بطاقة 300 مليون مكعب سنويا. هذا الهدف كان واضح، أن 50% من حاجيات المغرب غتكون أنها وصلت في التحلية في 2030. هاد الأرقام ماشي ديال تفاخر، لا لا لا، هاد الأرقام راه هي الدرع ديال الأمة، كتوجد راسها لواحد من أصعب التحديات الكونية اللي هي ندرة المائية. الجلسة الافتتاحية ديال المؤتمر العالمي للماء راه ما جاتش بصيغة ديال البروتوكول، راه جات بصيغة ديال إنذار حضاري. الخبراء راه اتفقوا على 4 الرسائل اللي كانت قوية. أول حاجة هو أن العالم محتاج نموذج جديد لحكامة ديال الماء. تاني حاجة أن الابتكار والتكنولوجيا ما تكونش غير زواق، لا، خصها تكون هي الحل. ثالث حاجة خص يكون الانتقال من ثقافة ديال الأزمة لثقافة ديال الاستباق. رابع حاجة هو أن خص الشباب خصو يدخل الملعب، ما يبقاش غير كيتفرج. المغرب اليوم كان حاضر بهذا الروح، لأنه راه ما بغاش يدير غير حل مؤقت، الهدف هو أن يكون حل على المدى الطويل. مراكش هاد السيمانة كتعيش واحد اللحظة اللي ما كتكررش كل عام، مدينة مشتعلة بالطاقة الدولية، نقاشات وورشات اتفاقيات وأفكار جديدة. هنا خصنا نقولوا الحقيقة بلا رتوش، أن المغرب اليوم ماشي تابع للتغيرات العالمية، لا لا لا، المغرب اليوم راه مشارك في الصناعة ديالها، من الأمن للمناخ ومن الاقتصاد للماء. المملكة اليوم راها كتكتب فصل جديد في الدبلوماسية المغربية. إلا كان المستقبل غادي يتكتب بالقطرات ديال الماء، فاليوم المغرب راه كيبني السدود. مراكش راه ماشي غير مكان ديال المؤتمرات، لا، مراكش ولا مختبر عالمي ديال الصناعة ديال المستقبل ديال الماء. وسط كل هذا الضجيج الدولي اللي كيوقع، كيبقى السؤال اللي فتحنا به الحلقة: واش غادي نلقاو الماء في المستقبل ولا غادي نلقاو غير اللي قدروا يصنعوا الحل؟ المغرب اليوم باين أنه اختار الجهة اللي كتصنع الحل. والسلام عليكم.